خلصت العركة ما بين إسرائيل وإيران وأمريكا، صح؟ ده على كلام الرئيس دونالد ترامب، وإيران لسه بتتوعد في كلامها. لكن هل تعتقد أن إيران هتشعل الموضوع أكتر؟ أعتقد أن كده الموضوع خلص. ولكن ليه كل دوت؟ أكيد الكل كسبان، حتى إيران، حتى بكل الدمار اللي فيها، حتى لو مكاسبها أقل. بس على الأقل دلوقتي ممكن تعمل صفقة مثلا مع الرئيس دونالد ترامب ومع أمريكا. الصفقة دي تسمح ليها أن تشيل العقوبات اللي موجودة عليها من سنين، فترجع تتنفس وترجع الأمور الاقتصادية تتظبط في إيران في الفترة اللي جاية. إسرائيل طبعا بتقول أن هي عملت إنجاز رهيب، وطبعا نتنياهو بيتفاخر بدوت أنه هو عمل اللي محدش قدر يعمله، وأنه هو وقف البرنامج النووي الإيراني. والرئيس دونالد ترامب عايز يقول أنه هو عمل ضربة معلم وعمل خبطة خلص بيها الموضوع في كلمة ونص، والموضوع انتهى دلوقتي. لكن أنا يهمني شخصيا أن كان الموضوع دوت يخلص، لأن الحرب من أسوأ الأشياء اللي في الدنيا. أنا عاصرت حرب الخليج، كنت في الرياض الوقت دوت، كنت في الدرعية تحديدا، والوقت دوت كانت العراق بتضرب الرياض، وكانت الدنيا مقلوبة، كانت الرياض شبه فارغة، وكانت الصواريخ المضادة للصواريخ اللي بيسموها الباتريوت في الوقت دوت كانت ضرب من قريب من الدرعية، مع ان هي ما كانتش من جوه الدرعية. لكن الوقت دوت لما كان بيحصل ضرب كان الصاروخ لما بيطلع بيهز البيت، غير الصوت الصعب جدا، غير الصوت المزعج واللي بيخوف. ساعة لما تسمع صاروخ باتريوت بيدمر صاروخ جاي، وانت مش جنب التدمير دوت، وانت مش جنب اللي بيحصل دوت. غير ان زمان الاخبار والحاجات دي ما كانتش بتنقل بالسرعه الرهيبه، وانت مش عارف ايه اللي بيحصل حواليك تماما. انا فاكر في الوقت دوت احنا عشان نطلع من الرياض طلعنا بدري قبل الفجر حتى في الليل، عشان نطلع في الامان قبل ضرب الصواريخ ما يبدا اليومي. والناس كلها كانت في الوقت دوت تشتري كمامات وحاجات زي كده، عشان كان في خوف من ان صدام حسين يضرب كيماوي على السعوديه. الكمامات دي بالمناسبة احنا دفعنا فيها ارقام كبيرة، وقعدنا نستنى ان هي تيجي، ما جاتش لغاية بعد الحرب. بعد ما الموضوع خلص بفترة كبيرة، شهور كتيرة، تردينا المبالغ اللي دفعناها تاني. ولكن حتى الكمامات ديت ما كانتش حتى كمامات جديدة او كمامات كويسة، اللي جاله الكمامات كانت مستهلكة ومستخدمة قبل كده كمان. الحرب لا تأتي الا بالمصايب، تأتي بالمشاكل، وتأتي بالدمار للجميع. انا سعيد جدا الحمد لله ان الخليج بخير، الخليج ما حصلوش تأثير وما جاش في الضرب وما جاش فيه اي حاجة، لا هو ولا الدول العربية التانية. والموضوع النهاردة بيخلص. اتمنى ان السلام فعلا يعم على العالم وتخلص مواضيع الحروب ديت. طبعا الرئيس دونالد ترامب هيفتخر وهيعمل قصص كتيرة عن الموضوع دوت الفترة الجاية، فخلينا نشوف هيقول ايه عنه. تحياتي للجميع، لؤي العاصي من نيوجيرسي، مع السلامة.